كانت شركة من أكبر الشركات اللي عندها عدد franchises في مصر، وشركة كبيرة جدًا، عملاقة، حلو كده، ومن أكبر الشركات بتاعة الbrokerage في مصر. شركة أنا بصراحة كنت متحمس إن أنا أقفل معاها، وأنا اللي رُحت الmeeting بنفسي، وإيه، حضرت الmeeting لقيتني قاعد مع 6 من الmanagerial level، فقشطة ما عنديش مشكلة. فبدأت أتكلم معاهم إن إحنا هنخش test campaign مع بعض، والtest case ديًّا أنتم محتاجين تتستوني وأنا محتاج أتستكم وإلى آخره، ونشوف الwork flow هتمشي إزاي، وبناءً عن الtest دوّة نشوف إحنا هنشتغل إزاي. فهم لقيتهم بيتكلموا معايا في إن هم لأ الnumbers اللي أنت بتقولها لأ إحنا مش عايزين كده، إحنا عايزين أعلى من كده. فأنا باقول لهم إيه، أنا كان إن أنا أقدّم لكم أكتر من كده، بس الفكرة في إن أنا مش هاقول لكم وعود أنا مش هاقدر أنفذها، أو يعني مش هاحط commitments على نفسي في البداية. بس خلّيني أقول لك على numbers applicable بالنسبة لي، وبناءً عليه لمّا أعلّيها تبقى ممتازة، والأرقام اللي أنا باقولها هي أعلى من الmarket أصلًا كqualification. فلقيتهم لأ، بيقولوا لي إحنا عايزين الرقم ده توصّلنا ليه. فلأ أنا مش هابيع لكم كلام، هم ال6 عايزين يتباع لهم إن أنا لأ، ده أنا هانفّذ لكم double اللي أنا باقوله. وأنا حتى لو هانفّذ double اللي أنا أقوله مش هاحط على نفسي headache إن أنا أكون ضاغط نفسي في بداية الcase، قد ما أنا أشتغل براحتي واحقق اللي في مقدرتي أنا والagency، عشان مش هاقعد إلا باللي أنا هاحققه فعلًا. فكان الmeeting بالنسبة لي هو بيتقفّل، وكنت وقتها قفّلت لهم الmeeting قُلت لهم على فكرة أنا مش جاي أبيع لكم، ومش دوري إن أنا أبيع، أنا عندي business developers من أشطر في الmarket في الagency عندي، هم دورهم إن هم يبيعوا، أنا دوري إن أنا جاي أستعرض الopportunity بتاعتي، اللي هي بالنسبة لكم أنتم المفروض إنها opportunity. فبناءً عليه سيبوني أخلّص الopportunity بتاعتي والmeeting ما اتقفّلش. وكان بالنسبة لي من ضمن الmeeting اللي ما ندمتش إنه ما اتقفّلش، لإنه كان عشان يتقفّل الmeeting ده كانوا هم عايزين يسمعوا كلام بالنسبة لي أنا ما يليقش إن أنا أفضل أبيع في أرقام من غير ما أكون عارف إزاي هاحققها.